بيبدأ فيلمنا في بيت معزول وعايش فيه بنت اسمها برين، وبتصحى من النوم وبتقف قدام المراية وبتفضل تتدرب ازاي تبتسم وهي بتشاور. بعدها بتلبس فستان وبتاخد ورد وبتخرج من البيت، لكنها بتلاقي دايرة في أرض الجنينة فبتستغرب وبترويها بالمية عشان العوش بينبت مرة تانية. وبتركب عربيتها وفي الطريق بتشاور لواحد جارها لكنه بيتجاهلها وما بيردش عليها. بعدها بتروح تزور قبر مامتها لأن النهاردة ذكرى وفاتها، وتحط عندها ورد. ولما بترجع لعربيتها بتشوف راجل شرطة ومراته، وبتستخبى عشان ما ياخدوش بالهم منها. ولما بترجع البيت بتكتب رسالة لصاحبتها مود وتقول لها إن شافت أبوها وأمها، لكن فجأة بتيجي عربية ومعاها طرد وبترميلها الموظفة قدام البيت بتاعها وبتمشي. وبتروح برين تاخد وهي فرحانة وبيكون حذاء جديد، وبتلبسه وبتشغل أغاني وتفضل ترقص في البيت. بعدها بتكمل كتابة الرسالة وتقول لصاحبتها إنها مفتقداها ومش مصدقة إن فات 10 سنين وإنها مش قادرة تسامح نفسها. وبتشوف صورتها مع صحابها وهم أطفال وبنعرف إنها ماتت. بعدها بتدخل أوضتها وبتقرا كتاب وبعدين بتنام. وفي نص الليل فجأة الأنوار بتشتغل لوحدها وبعدين بتطفي، وبتصحى برين على صوت خبطة برا الباب. ولما بتبص من الشباك بتلاقي برميل القمامة واقع على الأرض، وتقرر تنزل تشوف ايه اللي وقعه. وبتخرج من أوضتها وبتستغرب إن الأنوار مش شغالة، وتلاحظ إن باب البيت مفتوح، وتشوف حاجة بتتحرك بسرعة كبيرة جوا البيت وبيطلع منها صوت غريب. فبتخاف وتقلع الحذاء بتاعها عشان متعملش صوت، وبتفضل تتسحب لحد ما بتدخل أوضتها وبتقفل الباب. وبتدور تحت السرير على سلاح تدافع بيه على نفسها، لكن بيقع صندوق وبيعمل صوت فبيسمعها الكائن اللي في البيت ويدخل لأوضتها. بتستخبى برين تحت السرير عشان ما يعرفش مكانها. ونشوف راجل الكائن الغريب واللي بتبقى شبه الفضائيين وبيفضل يعمل صوت مخيف. بعدين بينط من الشباك أوضتها، وبتخرج برين من تحت السرير وبتقفل الشباك وراها. وبتخرج من الأوضة وهي ماسكة سكين، وبتسمع صوت خطوات فوق السطح فبتعرف إنه طلع على السطح. وبتستغل الفرصة وبتجري وبتقفل باب البيت، لكن فجأة بتشتغل الأنوار بتاعة البيت كله وكمان بتشتغل الأغاني بصوت عالي. بتحاول تتصل بحد ينقذها، لكن بتسمع صوت صرخة من سماعة التليفون ويتكسر إزاز الشباك. وبيفضل باب التلاجة يفتح ويقفل بسرعة. ولما بتحاول تروح أوضتها بتشوف الكائن نازل من على السلم، وبتخاف وبتستخبى منه في المطبخ. وبتسمع صوت خطواته بيقرب منها، وبتشوف رجله بيبصلها الكائن من ورا التلاجة فبتخاف. وبتزق باب التلاجة عليه وبتجري عشان تخرج من البيت، لكن الباب بيقع عليه وبيعورلها دماغها. بتقعد تزحف وهي بتتألم، وبيشوف الكائن وبيروح وراها. وفجأة بتتقلب الترابيزة اللي قدامها، وبتلاقي نفسها بتتشد وهي مستسلمة لحد ما بتقف قدام الكائن وبتترعب من شكله. ولا إراديا بتضربه في دماغه بمفك، بيفتح الكائن بقه وبيقول كلام مش مفهوم وبيقع على الأرض. فبتخاف برين وبتبعد عنه وهي مش مستوعبة اللي حصل، ومبتكونش عارفة تاخد نفسها وبيغمى عليها من التعب. ولما بتفوق بتلاقي النهار طلع، وبتروح ناحية الكائن وهي خايفة وبتتأكد إنه مات. وبنستنتج إنه كائن فضائي، وبتغطيه بمفرش الترابيزة وبتحاول تتصل بحد، لكنها بتتفاجئ إن مفيش حرارة وكمان كهربة البيت كلها قطع. وبتخرج وبتركب عربيتها لكنها مبترضاش تدور، فبتتعصب وبتضطر ترجع للبيت. وبتاخد دش عشان تنضف نفسها من الدم لأن جسمها كله جروح. بعدها بتلبس هدوم جديدة وبتخرج من البيت، وبتركب عجلة علشان تروح للمدينة. وبتتفاجئ إن عربية الطرود مقلوب عليها الطريق، وبتلاقي بيت جارها متبهدل وكل حاجة فيه متكسرة. وتلاحظ إن الجنينة بتاعتها فيها دواير كتير زي اللي كانت في بيتها. كان في حاجات نازلة من السما وسابت آثار. بعدها بتوصل للمدينة، لكن وهي ماشية في الشوارع بنلاحظ إن كل الناس بتبص عليها كأنهم مستغربين. بتحاول تتجاهلهم لحد ما بتوصل لقسم الشرطة. ولما بتدخل بتلاقي الشرطي أبو صاحبتها ومراته في وشها، والاتنين بيبصولها بغضب لدرجة إن مراته بتعملها حركات وحشة، والاتنين بيبصولها ويسيبوها وبيمشوا. وباقي أفراد الشرطة بيتجاهلوها ومحدش راضي يبصلها. فبتخرج بريم من قسم الشرطة وبتمشي في الشارع وهي بتعيط، وكانت هتخبطها عربية. وبيشتمها السواق ويقولها تمشي من هنا، وبتقعد لوحدها وهي من ورا من العياط. وبتشوف أتوبيس معدي على بيتها وبتفرح، وبتروح تركبه وبتلبس كاب عشان محدش يعرفها. وفي الطريق بيركب راكب من جيرانها وبيقعد في الكرسي اللي وراها. فبتخاف برين وبتحاول تقوم،
لكنه بيمسكها وبيشد ناحيتها وبيخرج منه نفس صوت الكائن الفضائي، وبتزقه برينه وبتقع على الأرض، لكنه بيمشي على السقف، وبقية الركاب بيحاولوا يمسكوها، وبيشوف السواق اللي بيحصل ويدوس فرامل، وبتنزل برين من الأتوبيس وبتفضل تجري على الطريق، وينزل الراكب وبيفضل ماشي وراها بهدوء. وهنا بتوصل برين عند بيت صاحبتها، بتحاول تدخل لكن الأبواب بتكون مقفولة ومحدش بيرد عليها، وبتروح عند قبر صاحبتها وبتفضل تعيط. فجأة بتشوف سحابة ضخمة لونها أسود بتقرب فوقها، فبتخاف وبتحاول تهرب، وتشوف الناس اللي كانوا في الأتوبيس وهم باصين للسحابة رافعين ايدهم، وفي حاجة بتتحرك في رقبتهم وخارج منهم أصوات مرعبة. بتفضل برين تجري لحد ما بتوصل لبيتها، وهناك بتلاقي الكائن طالع منه ريحة وحشة، ولما بتشد المفرش من عليه بتلاقي نازل منه سائل لونه غريب. ولما بتخرج من البيت بتلاقي السحابة قربت توصل لها، فبتستجمع شجاعتها وبتدخل تولع شموع في كل مكان في البيت، وبتسخن ميه على النار وتدور على أي سلاح تستخدمه، بتقفل الأبواب والشبابيك بالمسامير، لكن بعدها بتتفاجئ إن المسامير بتتفك وبتقع على الأرض. فبتخاف وبتروح تستخبى ورا الجدار، وبتشوف إضاءة غريبة داخلة من باب البيت، وفجأة بيرتفع الكائن في الجو ويتسحب ناحيتها. فبتخاف وبتدخل أوضتها وبتنام تحت الأرض، ونلاحظ إن في كائن تاني دخل البيت من غير ما تاخد بالها. بتفضل برين تبص عليها وهي مرعوبة. فجأة بيظهر الضوء الغريب مرة تانية، وبيدخل منه كائن فضائي معاها في الأوضة ويفضل يدور عليها. فبتكتم نفسها ومتطلعش صوت، وتشوف مقص قدامها وتروح تاخده وبتستخبى تحت الترابيزة، وبتسمع صوت حاجة وقعت وراها، ولما بتبص مبتلاقيش حاجة. وفجأة بتلاقي الكائن فوق وشها ويزق الترابيزة، فبتهدده برين بالمقص، لكن بيفضل ثابت في مكانه ويكلمها بلغة غريبة، وبيحرك صوابعها وبيرمي المقص من ايديه. وتكون برين ماسكة في ايديها التانية صورتها مع صاحبتها، لكنه بيشدها منها ويفضل باصص عليها، وبتهرب برين وبتقفل الباب عليها وبتروح المطبخ، لكن بيظهر كائن تاني حجمه صغير من وراها وبيهجم عليها. فبتحاول انها تدافع عن نفسها وتعدوا من ايده، فبيصرخ الكائن وبيبعد عنها وبتجري، وبتاخد الماء السخنة من على النار وبترميها عليه، ويفضل الكائن يتألم ويطلع أصوات غريبة. لكنها بعد ما بيقرب منها وبتمسك برين طاسة عشان تضربه، وفجأة بتظهر الإضاءة الغريبة وبتسحب الطاسة منها، وبيعدي الكائن من الإضاءة وبيقف قدام برين وهو بيرفع ايده عند وشه وهو بيقول كلام مش مفهوم. وبتفضل برين ترجع بالراحة لحد ما بتدخل أوضتها، وبيتعصب الكائن وبيجري ورا برين ومبتكونش عارفة تروح منه فين. بتحاول تركب العربية لكنه بيركب معاها، وبتنزل هي من الباب التاني، وهو بيفضل الكائن محبوس جوه العربية بيتكسر فيها. فبتخرج ولاعة وبتفجر العربية، ويفضل الكائن يصرخ لحد ما يموت. وبتتفرج برين وبتقرب منه، لكن السفينة الفضائية بتظهر وبتشده لفوق، وبتهرب برين وبتدخل البيت وبتستخبى جوه أوضة. وبيظهر كائن وبيدخل يدور عليها ويشوف صورة مع صاحبتها وبيتفرج عليها. فبتستغل برين الفرصة وبتهجم عليه من ظهره، لكن بياخد باله منها وبيطيرها وبيكسر بيها الباب. وبتحاول برين تخرج من البيت، لكن بتظهر إضاءة من السفينة لونها أحمر وبتشل حركتها وبترفعها للسقف، وبيطير الكائن ناحيتها وبيقرب منها، ويخرج من بق حشرة شبه الدودة وبيجبرها تفتح بقها وتدخل جواها تصرخ. وفجأة بتصحى من النوم وبتلاقي نفسها في أوضتها وتلف في البيت، وبتلاقي كل حاجة سليمة وفي مكانها، وبتفرح وبتفتكر إنها كانت بتحلم بكابوس. لكنها بتشوف صاحبتها قدامها وتقرب منها وبتبقى مش مصدقة، وتقول لها أنا آسفة وهي بتعيط. فبتضحك لها صاحبتها وبتحط إيدها في بقها وبتخرج الدودة. وفجأة بتفتح برين عينيها وبتلاقي الدودة في إيديها، وبتحاول إنها تقول لها، بتهرب منها وبتيجي السفينة وبتسحبها لفوق، ونلاحظ إن السما مليانة من مركبات فضائية. وبتهرب برين لغاية لكنها بتسمع صوت صاحبتها بتنادي عليها، وبتجري من وراها وبتحضنها. وفجأة بتضربها بالسكينة في بطنها، فبتتألم برين، لكنها بتكون ماسكة سكينة في ايديها، بتضرب صاحبتها في رقبتها، بتفضل حضنها لحد ما يموت. بعدها بتكمل جري في الغابة وهي بتنزف من بطنها. بيظهر كائن قدامها ويقرب منها، لكن قبل ما بيوصل بتظهر فوقه مركبة فضائية، وبتلاقي برين نفسها في بيتها وتشوف نفسها وهي طفلة قاعدة مع مامتها. لكن فجأة بتظهر الإضاءة
وبتتشد مامتها لفوق وبتخرج برين من البيت وبتشوف نفسها وهي صغيرة مع صاحبتها وكانوا في الحديقة وبيتخانقوا وتحاول برين تمنعهم لكن محدش كان شايف. فجأة برين بتمسك طوبة كبيرة وبتضرب بيها صاحبتها على راسها لحد ما ماتت. بعدها برين شافت نفسها وهي طفلة وكانت بتكتب رسالة أعذار لصاحبتها وتروح تمسك ايديها، والمرة دي بتشوف برين وبتعيط. وهنا بنشوف برين وهي في المركبة وحواليها عدد كبير من الكائنات الفضائية كلهم بيبصوا عليه ويتكلموا مع بعض بلغة مش مفهومة كأنهم بيتناقشوا. وبعدين بيبصوا للسما وبتظهر الإضاءة مرة تانية وبتقع برين على الأرض وبتفتح عينيها وبتفضل تضحك، ونشوفها بعدها وهي راكبة عجلة وبتكون بتضحك ومبسوطة، ونلاحظ إنها رجعت لحياتها الطبيعية تاني. بيفضل جيرانها وسكان المدينة ويشاوروا لها، فبترجع لبيتها وبتعمل حفلة كبيرة ويحضرلها ناس كتير ويشغلوا أغاني وبتفضل برين ترقص معاهم وهي سعيدة ومبسوطة وبتبص للسما وبتقولها شكرا لأن هي دي الحياة اللي كانت بتتمناها وبتكمل رقص. ونشوف السما كلها مركبات فضائية، وده معناه إن الكائنات الفضائية سيطرت على المدينة وعلى كل سكانها لدرجة إن الناس بقت بتحب برين بعد ما كلهم كانوا بيكرهوها. وكده بيكون خلص فيلم النهاردة. لو عجبك الفيلم ياريت متنساش تعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.